ايه الحاجه اللي انت خطوه خدتها في حياتك وشايف ان هي جريئه قوي؟ قلت لنفسك انا بطل اللي انا عملت كده. الحاجة اللي أنا عملتها زمان عملتها بصح وضيعتها. حاجه معينه يعني؟ في حاجه معينه انت عملتها زمان؟ عملتها لعيالي وضيعتها. يعني اشتريت بيوت، بعت بيوت، اشتريت بيوت، بعت بيوت، اشتريت أرض. وفي ناس تعرفني، يعني هم لما يشوفوني هيعرفوني. يعني المنطقة اللي أنا بخش ربنا يحبب فيها خلقه بالأدب. ايه اجرأ بقى قرار انت خدته في حياتك؟ انت انا 100 أجرأ قرار خدته في حياتي، كنت سبت العمل هنا فترة بس رجعت تاني. يعني كنت ناوي اخد خطوة كده بس حصلت بقى موضوع الكورونا والكلام دوت، وقفت المصلحة اللي أنا كنت عاملها. بس الحمد لله ربنا يعني اللي جايده ربنا هو اللي بيكون في أي وقت، بس الحمد لله حاليا أنا هنا تاني أهو. أجرأ قرار خدته في حياتي تهيألي لما سبت التعليم واشتغلت، لأن أنا كان نفسي إن أنا أكمل التعليم. أجرأ قرار خدته في حياتي، سبت شغل وقررت إن أنا أفتح بيزنس خاص بالنسبة لي، إن أنا أبدأ من البداية، في حين إن الظروف يعني كانت صعبة، فالقرار كان صعب إن أنا لسه هبني مشروع وهبني شغل، فكان قرار جريء يعني إن أنا أفكر إن أنا يبقى لي بيزنس خاص، شغل خاص. ايه بقى الحاجه اللي انت عملتها وقلت انا جراءه 100 100 ان انا عملت القرار ده؟ عديت راجل كبير، عديت راجل كبير هو وواحدة ست، واحدة عامية وراجل كبير في السن أوي ماشي بعكاز، عديته من الطريق. عديته من الطريق. اجرأ قرار انا خدته في حياتي ان انا قررت اني اتجوز، لان انا كنت من النوعيه اللي مش عايز اقول لحضرتك اني مش كاره للجواز او لا، ما بحبش القيود، ما بحبش ابقى مقيد، بحب دايما اكون فري، بحب كده حر، عصفور من شجره لشجره لشجره لشجره، دماغ حر كده، عايش حياتك متمتع بيها. فطبعا لما خدت القرار كان هو بالنسبه لي في البدايه كان قرار شبه صعب شويه، انما الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني بزوجه قمه في الادب والاخلاق والحب والعلم وكل حاجه، كل ما تتخيله. إن حاولت أعمل مشروع وفشلت. حقيقي والله بجد، حقيقي. أنا لسه هنا، أنت دلوقتي أنت في الحسين صح؟ أنا لسه في واحد منزل له بضاعة ومش عارف إيه، أنا دلوقتي قررت ما اشتغلش تاني. خد البضاعة وقفل المحل وقال لي أنا راح أجيب لك فلوسك وما جاش. قاعد مستنيه. ما جاش، طب ما قول لي، طب سيبنا استرزق، طب ما أنا عندي بيت وعندي بنت وعندي ست وعندي عيد وعندي ناس هتقبض وعندي ناس هتسافر. ليه؟ طب سيبنا استرزق واكل عيش يعني، مش كده. الرحمة حلوة. القرار ده انا مثلا لما خدته ان انا قررت ان انا اهد بيتي زي ما قلت لك، ده قرار كان وحش جدا تندم عليه فيما بعد. لا هي ممكن حاجات كتير، يعني حاجات كتير الاهل مش موافقاها فاحنا بنعملها، يعني قرارات كتير مفيش قرار معين. ممكن اني سافرت مثلا، ما هي دي الحاجات دي طبعا الاهل بيرفضوها عشان احنا صغيرين، بس انا سافرت مع صحابي يعني. وهقول لك انا صلي على النبي، كان اخويا اللي انا حكيت لك ده كان عايز يناسبني عشان ياخد بقى البت والفلوس وكل حاجه. ما رضيتش انا بقى لما لقيته اللي هو كده طماع، انا ما رضيتش اناسبه بقى. ليا ابن عم بقى فقير بس بيتقي ربنا، روح انا ايه ما رضيتش اللي هو ابن اخويا ده، ما رضيتش. راح جالها واد تاني ما رضيتش برضه، راح بقى ايه كان اخويا ده معاه قهوه هنا، لا اللي هو ابن عم ده معاه قهوه هنا، وجه في يوم حد كده قال لي تعالى عايزك اكلمك في موضوع بس ايه يا لا قلت له امر. قال لي انا عايز اخد البت لاحمد ابنه بتاع، قلت له اقرا الفاتحه. قرينا الفاتحه، رحت البيت قلت لهم جمال ابن عمي هياخد البت لاحمد وانا رضيت. قالوا على بركه الله يا بنتي عشان برضه حق الله،
موافقه، سكتت، قلت السكوت علامه الرضا خلاص، بس كده. ايه اجرأ قرار انت خدته في حياتك؟ اجرأ قرار اللي انا خدته في حياتي ان انا امشي ملتزم ومش هصاحب وحش تاني. والله العظيم ان شاء الله. اجرأ خطوه انت خدتها في حياتك، اجرأ قرار جريء كده خدته. ان انا ابتعد عن صحابي شويه واشوف شغلي وانتبه لشغلي، ده كان اجرأ حاجه عندي. خدت بعض وسافرت، رحت مرسى علم ورحت اسوان ورحت الاقصر، كنت بلف. ده اجرأ حاجه خدتها عادي. اجرأ قرار خدته في حياتك. اللي انا اشتغل لوحدي. احكي لك القصه دي ولا بلاش؟ يعني مثلا كنت انا شاب وتعرفت ببنت. بنتي دي محترمه جدا كل حاجه وحبيتها جدا، بس في المشكله هي بقت صاحبه محل وانا راجل صناعي. فانا رفضت الموضوع ده لدرجه هي قعدت تدور عليه لحد ما كتب كتابها وانا رفضت، رغم ان انا كنت بحبها. بس انا رفضت اللي انا ممكن اشتغل عندها في يوم من الايام. فما اعرفش، يمكن الحاجه اللي تعباني في حياتي، معلش يا حبيبي، هي كرامتي. ما اعرفش دي اللي مأخراني او تعباني، بس انا كده ما اعرفش. ايه اجرأ قرار خدته في حياتك؟ اجرأ قرار خدته في حياتي اني اتجوزت. دي اجرأ حاجه خدتها في حياتي. قرارات كتيرة جدا، تحب اعمل مشاريع وتفشل، بس ما كانش بيهمني، يعني كنت بعمل مشاريع طالما في صحة والحمد لله وفي فلوس، كنت بعمل مشاريع وبجرأة جامدة، يعني مشاريع ماليش فيها وكانت بتفشل للأسف، يعني ما فيش حاجة منها نجحت خالص بسبب الناس برضه، الأشخاص والشخصيات. أجرأ قرار خدته في حياتي إن أنا صاحبت ناس محترمة بس، وبعدت عن الناس الوحشة. عملت مشروع بس للأسف فشلت فيه. ده خسرني كتير قوي. بعد كده أنا عندي محل قفلته من سنة 94 لغاية النهاردة، مش عارف أفتحه، بدفع له إيجار بس. ان انا كنت رافض الغسيل وغسلت، كنت رافض غسيل وغسلت، كنت بغسل كلى يعني. بيغسل كلى. السلام عليكم. الله يخليك. جواز. الحمد لله بدفع ثمنه. الصراحة. أجرأ قرار خدته في حياتي إني ما رضيتش أتجوز بعد زوجتي. مش لاقي. أه. اجرأ قرار خدته في حياتك كان ايه؟ قررت على الزواج. ايوه نعم. أقرأ القرار اللي أنا خدته عشان أتجوز. الحمد لله. أجرأ قرار إن أنا سبت شغلي. سبت شغلي في الفندق، وبعد كده ربنا كرمني، كانت ساعتها بشركة البترول اللي أنا شغال فيها، شركة توكيلات بترولية، شركة جميلة مع أعز أصدقائي يعني. فالحمد لله ربنا كرمني بيها يعني. أنا سبت الفندق بعد عمر طويل، قعدت فيه فترة طويلة جدا، حوالي 30 سنة، بس حسيت إن أنا 30 سنة دول راحوا مني هباء يعني. لما اشتغلت ندمت إن أنا ما اشتغلتش في بتاع، بس قلت في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار لي، هو اللي بيدبر لي أموري. كان قراري إن أنا دلوقتي إن أنا سبت المكان. ان انا اقطع علاقتي مع اشخاص فعلا بيأذوني نفسيا.
اجرأ قرار انت خدته في حياتك؟ اجرأ قرار خدته في حياتي اللي هو سيب الوظيفه الحكوميه. جه في وقت من الاوقات كانوا عايزين ينقلونا اسوان، وانا كنت ابتديت استقريت هنا وفتحت عيادتي وبتاع وكده، فالناس كلها لا ما تسيبش الحكومه، انفتك الميري. خدت القرار ده يضحي بحاجات كتير قوي يعني، وربنا سهل، القرار طلع صح يعني. اجرأ قرار خدته ان انا قلت ان انا يعني خلاص بقى انا مش هكمل ميك اب، وهبقى متفرغه لجامعتي ومتفرغه لجوزي ومتفرغه لشغلي وبس، وان هوايتي هركنها على جنب. ده كان بالنسبه لي قرار جريء بالنسبه لي، ممكن لاي حد حاجه تافهه، بس حقيقي بالنسبه لي كان موضوع متعب شويه لان انا حابه المجال ده. ده بالنسبه لي اجرأ قرار.